تذكر أول مرة أخطأت فيها، كيف كانت يدك ترتجف، كيف كان قلبك يخفق بشدة، وما زارك النوم تلك الليلة من ثقل الذنب الذي ارتكبته. والآن تفعل الأمر ذاته وتنام قرير العين كأن شيئا لم يكن. هنا تكمن الكارثة الحقيقية، ليس في أن تخطئ، فكلنا خطاؤون. الخطر الأكبر هو أن تخطئ وتمر عليك الأيام تباعا دون أن يتحرك فيك ساكن. يقول أحد العلماء: كلما اعتاد الإنسان خطأ معينا مات فيه ببطء ذلك الشيء الذي يدفعه للخجل من نفسه. وحين تصبح الرؤية باهتة والخطأ عاديا والقلب بارد لا يتألم، اعلم أنك في المنطقة الأكثر رعبا في النفس البشرية. لذلك إن كنت اليوم تعتصر ألما أو يلاحقك الندم ويجثم على صدرك، فاطمئن، لست إنسانا سيئا. هذا الثقل هو النبض الذي يثبت أن قلبك ما زال حيا. فاشكر الله على هذا الألم، فهو الإشارة التي تخبرك أنك مخطئ ويجب أن تعود. أما إن كنت تسمع هذه الكلمات الآن وتفتش بين حنايا صدرك، فلا تجد ثقلا أو ألما. إن كنت لم تعد تشعر بمرارة الذنب وخطورته، وتمر عليك الهفوات كنسيم بارد لا يوقظ فيك شيئا، فلا تستسلم لهذا السكون المريب. هذا الصمت ليس سلاما داخليا، بل هو الحصار الأشد خطورة، لأن غياب الألم لا يعني الشفاء دائما، بل يعني أحيانا أن العصب الأخلاقي قد تبلد. خطورة هذه المرحلة أنها تخدعك بالأمان بينما أنت تفقد أثمن ما تملك، بوصلتك التي تدلك على طريق العودة. لكن تذكر دائما، ما دام في الصدر نفس يصعد فالفرصة لم تفت، والرماد يمكن أن يشتعل من جديد. انفض الغبار عن روحك، قاوم هذا الركود بوقفة صدق مع الذات وبدمعة اعتراف خفية. لا تترك قلبك للموت السريري، استعد شعورك واستعد ألمك كي تستعيد نفسك.